يا مساء الرعب والغموض على كل متابعين دكتور حبشي. عمرك سألت نفسك اللحمة اللي بتاكلها في الأفراح ومناسبات الكرة والبلاد البعيدة دي جاية منين؟ طب بلاش. عمرك سمعت عن طباخ كان بيعمل أحلى وأفخم الأكل والناس بتجيله من آخر الدنيا، بس مفيش بني آدم شاف ذبيحته وهي بتبتدي؟ الحياة اللي جايبها لك النهاردة هتخليك بعد كده تفكر 1000 مرة قبل ما تمد ايدك في طبق أكل برا بيتك. جايز سماعتك وتعالى ورايا. الحكاية دي حصلت في أواخر التسعينات في قرية قديمة من قرى الدلتا. البلد دي كانت مشهورة بطباخ عجوز اسمه الحاج جابر. الحاج جابر ده ما كانش مجرد طباخ، ده كان أسطورة الأفراح. الأكل بتاعه كان له طعم غريب وسحر، اللحمة بتاعته بتدوب في البق، وأي فرح في البلد أو البلاد المجاورة ما يكملش من غير جابر. بس جابر كان ليه طقوس غريبة جدا ما بيغيرهاش. ما بيطبخش غير في الأفراح اللي بتتعمل في الأراضي الزراعية المفتوحة أو البيوت القديمة المهجورة. اتنين، ودي الأهم، جابر ما بيسمحش لأي حد حتى المساعدين بتوعه إنهم يدخلوا معاه الخيمة أو المنور اللي بيقطع فيه اللحم ويثبت فيه الحاجة. كان بيدخل لوحده يقفل على نفسه من العصر ويطلع على المغرب والصواني جاهزة على الغرف. في سنة 1997 شاب من شباب البلد اسمه سعيد اشتغل مساعد مع الحاج جابر. سعيد كان شاب فضولي ومجنون، وكان دايما يسأل نفسه هو الحاج جابر بيجيب اللحم دي منين؟ العجول والخرفان اللي بنشتريها للوفاء بالذبح بنبقى شايفينها، بس الحاج جابر دايما يطلب من أصحاب الأفراح يسيبوا الذبيحة في أوضة مقفولة ومحدش يدخل، ولما يدخل هو نلاقي اللحمة اتقطعت وجاهزة وما نشوفش الفرو ولا العظم ولا الأحشاء. في ليلة خريف بارد كان في فرح كبير في قرية مهجورة قريبة اسمها كفر العجوز. الفرح كان في بيت قديم جدا من البيوت الطين والخرسانة القديمة اللي أصحابها هجروها من سنين. الحاج جابر أخد حاجته وخد سعيد معاه وراحوا هنا. جابر كعادته قفل على نفسه باب المطبخ المرتجل اللي اتعمل في حوش البيت المهجور، وقال لسعيد بلهجة حادة: يا سعيد، الليلة دي ليلة مشهودة، تقف برا الباب ولو سمعت ايه جوه اياك رجلك تخط العتب، والا هتبقى انت الذبيحة الجاية. سعيد وقف بره والجو كان هص، مفيش صوت غير صوت الأغاني البلد البعيدة بره الحوش. الساعة دقت 11 بالليل. فجأة سعيد سمع صوت غريب جدا طالع من جوه الأوضة المقفولة على جابر، صوت مناشير عظام وصوت تكسير تقيل. سعيد مقدرش يمسك نفسه، الفضول قتله والخوف جننه. قرب ببطء من الباب الخشب القديم. الباب كان فيه شق صغير خرم ومفتاح قديم. سعيد حط عينه على الشق وبص جوه. المنظر اللي شافه سعيد جوه خلاه يثبت مكانه ولسانه يتلجم من الرعب. الأوضة ما كانتش فيها خرفان ولا عجول مذبوحة، الأوضة كانت مليانة جثث قديمة متكفنة ومحطوطة على ترابيزة خشب، والحاج جابر واقف لابس مريالة جلد مليانة دم وماسك ساطور ضخم بيقطع ببرود واحتراف شديد. المرعب إن جابر ما كانش لوحده، كان في حاجة تانية قاعدة في ركن الأوضة الضلمة. كائن طويل جدا جلده أسود زي الفحم وعينيه مشققة بالطول وبتنور في الضلمة زي عينين القطط. الكائن ده كان بياخد قطع اللحمة النية من جابر وياكلها، وفي المقابل بيطلع من بقه مادة سايلة سودا ويحطها في الحجج والقدورة الكبيرة اللي بيطبخ فيها الأكل. المادة دي هي اللي كانت بتدي الأكل طعم اللي هو بيبقى السحر والجمال اللي الناس بتحبه.
سعيد من الهول والصدمة رجع لورا وخبط في جردل مية حديد، عمل صوت عالي في الحوش. الصوت انقطع جوه الأوضة تماما وساد صمت قاتل. ثواني وسعيد سمع صوت خطوات تقيلة ببطء جاية بتقرب من الباب، وصوت نفس جابر الخشن ورا الخشب وهو بيقول: شفت الحقيقة يا سعيد؟ طب دوق بقى. سعيد لف ظهره وجري بأقصى سرعة عنده في الضلمة والغيطان، وموقفش غير لما وصل بيته وقفل على نفسه الباب وهو بيترعش وسخنيته وصلت ل40. تاني يوم الصبح الناس لقوا الحاج جابر اختفى تماما من الأوضة، ومسابش وراه غير الحياة الأكل وهي فاضية ونضيفة كأن ما كانش فيها حاجة. وسعيد عاش أسبوع واحد بس في راحة، وكان دايما يرفض الأكل أي لقمة في بيته ويقول لأمه: أنا شامم ريحة لحم كفر العجوز في كل مكان، لحد ما مات وهو باصص للسقف وعينه مفتحة على الآخر من الخوف. الغريب بقى يا جماعة إن بعد سنة كاملة من اختفاء الحاج جابر ظهر طباخ جديد في بلد تانية خالص بنفس الملامح ونفس الطعم السحري للأكل، بس مسمي نفسه اسم تاني. القصة خلصت هنا بس الغموض لسه ما ابتداش. تفتكروا جابر كان بني آدم ومسخر جن، ولا جابر نفسه ما كانش من الإنس؟ وهل الطعم الحلو اللي بننبسط بيه في الأكل بره دايما وراه سر مش نضيف؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ومين فيكم جرب ياكل في فرح وحس ان طعم اللحمة غريب ومش طبيعي؟ اكتبولي قصصكم وما تنسوش اللايك، واستنونا في ليلة الرعب الجاي. تصبحوا على خير.